إخواتي، أنا عايزكم تركزوا كويس جدا في كل حاجة هقولها في الفيديو ده، لأن اللي بيحصل في بداية سنة 2026 ده حاجة أنا ما شفتهاش قبل كده في عالم الترفيه، خصوصا في الوسط المسيحي. أكيد فاكرين إزاي كانت الأفلام المسيحية زمان، صح؟ كانت أفلام بميزانية قليلة والقصص كانت ضعيفة جدا، وغالبا بس بتحكي اللي موجود في الكتاب المقدس، وده لما ما كانوش بيحكوا حاجات مختلفة. صح. للأسف إحنا بقينا دايما متحفظين جدا، بقينا شاكين جدا، لأن في شركات حاولت تعمل أفلام عن الكتاب المقدس قبل كده وكانوا بيغلطوا في حاجات كتير. أي حد كان بيقرأ الكتاب المقدس ويبص على الشاشة كان بيلاحظ إن في حاجة غلط. أنا فاكر الفيلم اللي حتى شفته في السينما مع عيلتي، الفيلم اسمه خروج آلهة وملوك. فاكر الفيلم ده؟ كانوا ناويين يوروا قصة موسى، بس الفيلم قدم ربنا بطريقة بعيدة جدا. ربنا كأنه فكرة، كأنه مجرد خاطر في دماغ موسى، ومش ربنا اللي بيتكلم وبيؤمر وليه إرادة خاصة بيه. ربنا اللي بيكشف نفسه زي ما مكتوب في الكتاب المقدس، صح؟ كان إيه اللي هيخسرهم لو عملوا الفيلم مبني على الكتاب المقدس؟ بما أن المسيحيين ملايين منتشرون في كل أنحاء العالم، وأكيد هم جمهور وفي، الجمهور اللي بيستهلك لما يكون في حاجة فعلا ليها قيمة. كمان بنلاحظ في الفيلم ده إن معجزات كتير بيتعاملوا معاها كأنها ظواهر طبيعية، فاهم؟ وده اللي العلم بيحاول يفسره في أيامنا دي، صح؟ هم عايزين يبينوا مثلا إن انشقاق البحر الأحمر كان مجرد ريح قوية عدت في اللحظة دي بالذات، بس اللي مش بيشرحوه هو إزاي الريح دي عدت في الوقت ده بالذات، بالظبط لما كان شعب بني إسرائيل واقف قدام البحر. وكمان الريح وقفت لما البحر اتقفل، بالظبط بعد ما الشعب كان عدى خلاص. يعني على طول بيحاولوا يشككوا في مصداقية الكتاب المقدس، وده فعلا شيء محزن جدا. فاحنا بنلاحظ ان في كتير من الأحيان العدو ممكن يكون وراء النوع ده من الأفلام، وده مش مبالغة. في معركة شغالة دلوقتي حالا في المنطقة السماوية، وقليل جدا من الناس اللي واخدين بالهم من ده. في الآخر مجال الترفيه هو أحسن وسيلة لخداع الناس، هو أحسن طريقة للتلاعب بكل الناس، لأنه بيعتمد على السمعي والبصري، وبيأثر على مشاعرنا وبيحرك أحاسيسنا. أو ممكن يكون حد عمل فيلم بس بتفسيره الشخصي، أو على حسب اللي هو مؤمن بيه في تفسيره الشخصي للكتاب المقدس. مثال على كده هو الفيلم اللي اسمه نوح، فاكره؟ أنا شخصياً شفته حوالي 3 مرات لأني بحبه جداً، بس أنا عارف أنه عامل جدل كبير وقتها. مثلا مخرج جاب قصص وعناصر مش موجودة في الكتاب المقدس، لكن استوحاها من كتاب أخنوخ. فلو لاحظت هناك الكائنات اللي من حجر اللي اسمهم الساهرون، ودون مش موجودين في النص الكتابي. كمان نوح بيتعامل على أنه شخص مشوش، وكتير بيكون مش مؤدب أو فظ، صح؟ شخص بياخد قرارات متطرفة مش بالطريقة اللي ربنا عايزها، لكن بناء على التجارب اللي مر بيها. طبعا يا إخواتي الفيلم بيقدم رؤية جديدة، صح؟ لأن احنا عندنا فكرة عن سفينة نوح إنها كانت حاجة جميلة، وبعدها بيجي قوس قزح وكل حاجة تمام. بس يا إخواتي الموضوع كان صعب جدا. فكروا كده، البشرية كلها انتهت، مش بس البشر، حتى الحيوانات والطبيعة كمان، كل حاجة اتدمرت علشان يجي عالم جديد، علشان ربنا يبدأ البشرية من جديد. فالفيلم بيعرض الموضوع ده بواقعية كبيرة جدا. وكان في كمان فيلم تاني حاولوا فيه جسد حياة يسوع، الفيلم اسمه الإغراء الأخير للمسيح. يا إخواتي الفيلم ده عمل ضجة كبيرة، لأنه بيوري يسوع بيتخيل حياة عادية بالجواز والرغبات الجنسية. فبالنسبة للي فعلا مؤمنين بالإنجيل، الموضوع ده مش تفصيلة صغيرة، لأ، ده بيأثر على القصة كلها، لأنه بيمس قداسة المسيح بشكل مباشر، وبيمس أساس إيماننا المسيحي، فاهم؟ عشان كده كتير من الناس بتتضايق من الحاجات دي وبتخليهم ياخدوا حذرهم. بس الحمد لله الوضع ده بدأ يتغير، لأن الشركات المسيحية بدأت تاخد دورها وتثبت وجودها، والحاجة اللي كانت زمان عقبة وصعوبة اللي هي الموارد المالية. الحمد لله الناس بدأت تدعم، زي ما حصل مع ذا تشوزن اللي اتعمل بالكامل بتمويل من تبرعات الناس، وبكده قدروا يجمعوا فلوس كتير. أكيد صرفوا كتير ولسه بيصرفوا، بس ده فتح لهم أبواب إنهم يعملوا أفلام بمستوى هوليوود، يعني نقدر نقول كده، صح؟ فالنهاردة أنا عايز أتكلم بسرعة عن فيلم داود يولد ملكا. الفيلم ده اللي موجود في السينمات دلوقتي
مش بس من نوعية الأفلام اللي تروح تتفرج عليها عشان تدعم وخلاص، فاهم؟ يعني مش بس هروح عشان هو فيلم مسيحي وأفلام المسيحيين لازم تتصدر شباك التذاكر ولازم تتفوق على الأفلام الدنيوية. بس لا يا أخواتي، الفيلم ده فعلا فاجئني لأنه بيعرض حياة داود بشكل واقعي جدا، بس مش بيحكي مثلا عن مرحلة داود لما كبر زي ما حصل في هاوس اوف ديفيد اللي هو بيت داود. المسلسل ده رائع جدا، لكن هنا في الفيلم ده بنلاحظ انهم بيتكلموا عن داود وهو لسه عايش في الخفاء بيرعى الغنم. وأول حاجة بنلاحظها انهم بيورونا داود على طبيعته، لأن داود مش هو العملاق ده، مش المحارب ده. لا يا اخواتي، هو كان راعي غنم بسيط، كان بيرعى الغنم وريحته كانت زي الحيوانات، عارفين؟ كان ولد محدش كان متوقع منه حاجة. ولما النبي صموئيل راح بيت أبوه يسى علشان يمسح ملك إسرائيل الجاي، ولا حتى النبي صدق إن داود ممكن يكون ملك إسرائيل الجاي، ولا أبوه ولا إخواته، محدش كان متوقع منه حاجة. بس يا إخواتي، ربنا نفسه قال للنبي صموئيل ما تبصش على الشكل الخارجي، لأني أنا بشوف القلب. الإنسان بيشوف بس اللي بره، بيشوف بس المظهر. فإحنا هنا في الفيلم ده بنلاحظ إن هم فعلا جابوها صح. للي ما يعرفش، الشركة المسؤولة كانت أنجل ستوديوز، وهي اللي عملت مسلسل The Chosen والفيلم الرائع اللي اسمه صوت الحرية. أنا اتفرجت عليه واتأثرت، وبعتقد إن كل الناس لازم تتفرج على الفيلم ده. وأكتر حاجة عجبتني إن الشركة دي بتصر تقول إحنا مسيحيين، إحنا عندنا هدف ننشر رسالة الإنجيل والكتاب المقدس، وهم مش بيخجلوا من ده يا إخواتي، وده فعلا نجح معاهم. هوريكم دلوقتي الأرقام ما بتكذبش، صح؟ لأنهم استثمروا أكتر من 60 مليون ريال في لام داود، وفعلا بدأوا بيحققوا نتائج الحمد لله. أكتر من 20 مليون ريال رجعوا لهم بس في أول ويك أند، وتخطوا كمان كرتون سبونج بوب. يا أخواتي، الناس ما راحتش تتفرج على الفيلم ده عشان ما كانش فيه اختيارات تانية، لأ، الناس فعلا عجبهم الفيلم. بس يا إخواتي، أنا شخصيا اتبهرت بالشكل العام، اتفاجئت من كمية التفاصيل في اللبس. تقدر تلاحظ إن الشعوب المعادية كان عندهم نوع لبس معين، وشعب إسرائيل كان عنده لبس تاني وطريقة تانية في العيش والتواصل. يعني هم ركزوا في أدق التفاصيل، وحاجة هتلاحظها إن كان فيه هدف إنهم يصوروا داود في المرحلة دي، صح؟ مرحلة إنه مش معروف. وهتلاحظ إنهم ركزوا على الجانب الطفولي، جانب الطفل في داود، لأن هناك يا إخواتي هو المكان اللي بيتكون فيه شخصيتنا. في طفولتنا بتحصل الحاجات دي، خصوصا في الأساس بتاع حياتنا. وعشان كده إحنا كآباء عندنا المسؤولية دي، إننا نربي أولادنا بأحسن طريقة ممكنة في طرق الرب، لأن بعدين الشكوى مش هتنفعنا، لازم نربي من البداية. صح. الفيلم بيورينا حاجة بسيطة جدا: لو عايز ربنا يرضى عنك قدام الناس، لازم الأول يرضى عنك في السر. النهاردة احنا عايشين في زمن السوشيال ميديا، صح؟ اللي كل حاجة لازم تتعرض فيه عشان ناخد المدح وموافقة الناس. بس يا إخواتي، الفيلم ده بيورينا النقطة دي اللي احنا فقدناها مع الوقت. احنا مش محتاجين تصفيق من حد، مش محتاجين اعتراف الناس بينا، احنا محتاجين قبل أي حاجة إن ربنا هو اللي يثبت شهادتنا. أمين؟ فطبعا مش هحرق لك الأحداث هنا عشان تروح تتفرج على الفيلم ده، بس أنا شايف إننا عايشين في زمن الناس فيه مش عايزة تمر بالعملية دي. وواضح جدا في حياة داود إنه مر بكل المراحل دي، فاهم؟ وكمان تفكيرنا بقى سريع جدا يا أخواتي، إحنا عايزين نتفرج على كل حاجة بسرعة 2.0 أو 3.0. وبعدين إيه اللي بيحصل؟ إحنا بننسى إن الحياة عبارة عن عملية. فاكرين الفيلم اللي اسمه كليك؟ ده فيلم كنت بتفرج عليه من زمان وبيوضح الموضوع ده بالظبط. الراجل كان معاه ريموت كنترول وكان بيعدي المراحل المملة في حياته، المراحل دي صح. اللي محدش عايز يعدي بيها، فكان بيعدي كل الأجزاء دي. لكن بعدين بنلاحظ في الفيلم إن الموضوع منفعش، لأن الحياة معمولة من مراحل ومفيش فايدة إنك تحاول تزوغ من الخطوات. وكمان حاجة لاحظتها إن داود ما كانش بس موسيقي، صح. وبالمناسبة لو فاكر إن الفيلم هيبقى موسيقي طول الوقت، لا، مش هيبقى كده. طبعا في شوية أغاني، صح، بس مش زي الفيلم ده خالص. أمير مصر، فاكره؟
يا سلام، بالنسبة لي ده رقم 1 أحسن فيلم أطفال مسيحي شفته في حياتي. طبعا في شوية حاجات اتغيرت بسيطة، صح. حاجات ليها علاقة بالكتاب المقدس، بس ده عشان الناس تفهم أسهل حتى اللي مش مسيحيين. الشخص مش لازم يعرف كل التفاصيل، فاهم؟ في حاجات مش لازم تتقال. حتى في فيلم داود ده احنا بنلاحظ ان في جانب عنيف، لأن داود كان محارب. صح. تخيل لو كانوا وروا الجانب العنيف. دم في كل حتة يا جماعة. الأطفال مش لازم يشوفوا الحاجات دي، كل حاجة وليها وقتها. فمهم جدا تعرف إن الفيلم ده مش غنائي، ماشي؟ بس في نفس الوقت هو فيلم بيوري إن التسبيح سلاح في الحرب، وده اللي لقيته مثير جدا للاهتمام. لأن داود كان راجل بيعزف موسيقى، والشيطان كان بيخرج من الملك شاول مثلا. داود كان فاهم إن الموسيقى مش مجرد نوتات موسيقية، لكن كانت سلاح في الحرب. فالجانب ده اتعرض بتفاصيل كتير، وده اللي لقيته مثير جدا للاهتمام. بس اللي عايز أقوله لكم هو الآتي: الفيلم ده جه علشان يغير ويحطنا في نفس مستوى أفلام هوليوود، وده إن شاء الله هيفتح أبواب كتير علشان ناس من بره الإيمان، ناس ما تعرفش الإنجيل، يقدروا يعرفوا قصص الكتاب المقدس اللي مليانة مشاعر وغنية بالتفاصيل ومليانة دروس وعبر، مش كده؟ فأتمنى إنك تدعي ربنا إنه ينشر النوع ده من الأفلام أكتر. واضح إن الشركة عايزة تجيب القيم الكتابية للمجتمع اللي بقى منحرف كده. ولو أنت أب أو أم أكيد عارفين الخطر اللي في الأجندة الواك دي. الأجندة دي اللي بتجيب أيديولوجية النوع الاجتماعي في الأفلام. صح. وبصراحة أنا أتمنى من دلوقتي يجي بس أفلام كويسة، أفلام مسيحية طبعا، اللي مش هتلخبط عقول ولادنا. إخواتي، أنا أتمنى إنكم تكونوا حبيتوا التعليقات اللي قلتها هنا. مش هتكلم كتير، بحاول أمسك نفسي عشان ما أقولش تفاصيل كتير، عشان لو قلت تفاصيل مهمة عن الفيلم ممكن تزعل. بس أعرف إن الموضوع مش بس المعركة بين داود والعملاق جليات، في حاجات أكتر بكتير ورا الفيلم ده. ولو اتفرجت على الفيلم بعدين سيب تعليقك هنا وقول وجهة نظر أنت شايفها وممكن أنا ما قلتهاش وحاسس إنها مهمة تتعرض للناس، ماشي؟ أنا القس أنطونيو جونيور. لو عجبك الفيديو ده شاركه مع أكبر عدد ممكن من الناس، واشترك في قناتي لأني كل يوم هعمل صلاة الصبح وصلاة بالليل علشانك. تمام؟ ربنا يباركك، بعتلك حضن كبير.